ابدأ بسم الله. السلام عليكم. الرياح والريح وقفات معهم سريعا. الفائدة الأولى الرياح والريح بمعنى واحد. في بعض أهل العلم فرقوا أن الريح والرياح للعذاب أو الرياح للخير والريح للعذاب. لا، كلها تطلق على الرياح والريح. والدليل الله عز وجل قال في سورة الحجر: وأرسلنا الرياح لواقح، قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى خلف وحمزة وأرسلنا الريح، فدل على أنهما كلهما سواء، وكما قال الشيخ الفوزان كذلك. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: لا تسبوا الريح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح، لكن من حديث عائشة كما في الصحيحين: لكن قولوا اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا لا تسب الريح. الوقفة الثالثة: هذه الريح أو هذه الرياح الله عز وجل يرسلها عذابا ويرسلها رحمة، فأنتم يا ساكنين عدن الحبيبة وغيرها اتقوا الله. ربما بسبب ذنوبنا قتل، سرقة، ظلم، زنا، أعمال قوم لوط، نهب الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، فساد إداري ومالي من أعلى السلطة إلى حتى الشعب، كلنا لا نفرق. اتقوا الله، وإلا يرسل الله عز وجل علينا ريحا فيها عذاب أليم. انظروا إلى القرآن، عذب الله عز وجل الأمم السابقة، فهذه عظة وعبرة الله عز وجل يرسلها لنتفكر ونتعظ. هذه الثلاث الوقفات والفوائد. سلام عليكم.